ورحمة الله وبركاته. معانا ضيفنا العزيز الأستاذ أحمد. طبعا هيتكلم على فنيات كولر، وهنشوفه بقى يعني الأداء، ونشوفه كولر اللي هو عمله ده، هو ده صح ولا غلط، ولا هو تفكيره راح، ولا ما عادش أصلا مركز، ولا إيه اللي هو عايزه أصلا من لعيبة النادي الأهلي أو اللعيبة اللي مستبعدها. نسأله الأستاذ أحمد وهو هيفيدنا بالمفيد ان شاء الله. اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. علي صوتك. مبدئيا يعني والله الواحد مش عارف يقول ايه، يعني الواحد يعني ايه من حبه للنادي الاهلي وللكيان، فالواحد زعلان على اللي حصل، وان دي اسهل بطوله في ظروف صعبه. يعني دي مش بطوله صعبه خالص، دي بطوله سهله جدا 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 جدا، وكانت من اسهل البطولات اللي كان هيحققها كولر ولاعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي. كانت من اسهل البطولات اللي هتتحقق.